مرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم، ونعود لكم في برنامجكم قوارير. وفي حلقتنا أيضا لهذا اليوم تحدثنا عن الأسرة أو المرأة الإريترية في الخارج ومشكلتها في الحفاظ على الهوية الإسلامية وتحدياتها أيضا حتى الوطنية. ومعنا الأستاذة حليمة رمضان من أستراليا، أخصائية في شؤون الأسرة والعلاقات الزوجية والتربية. مرحبا بك أيضا مجددا أستاذة حليمة، عذرا. أهلا مرة أخرى. مرحبا. كنا نتحدث عن الحفاظ على الهوية الوطنية في الخارج وفي الغرب. تحدثنا عن بعض الأشياء التي تقوم بها الأسرة أو تقوم بها المجتمعات الجاليات في الغرب من أجل الحفاظ على الهوية. ما هي بعض الأنشطة، أو ممكن تحدثنا أكثر عن هذه الأنشطة وتعرفينا حتى نتعرف عنها أكثر؟ الآن ربما تسمحي لي بس أن أعود للفقرة السابقة، وهي كيف أن أحافظ على الهوية الدينية أو الهوية الإسلامية مع الهوية الوطنية. كما ذكرت في البداية، دائما نحن نشجع أبناءنا أولا أن نبعد مسألة الكره الوطني، الكره عفوا الديني أو التطرف الديني. هذا رقم واحد من أهم الأسباب التي لابد أن نعلم فيها أبناءنا حتى نستطيع أن نعيش في مجتمع متوازن. أيضا ذكرنا أو كنت سأذكر أنه لابد أن نعلم أبناءنا أن تكون مواطن مسلم ومواطن في البلد التي تعيش فيه. يعني هذا لا يوجد أي خلاف بين الاثنين، أن تكون أنت مسلما فخورا بدينك وبعقيدتك، وأن تكون في نفس الوقت مواطن فعال في المجتمع، فهذا أصلا انعكاس للهوية الوطنية والهوية الدينية. أيضا الافتخار بالهوية الإسلامية وبالهوية الإريترية. فنحن عادة عندما نحتفل بالأعياد مثلا، الأعياد هي طبعا احتفال ديني، ولكن أيضا من ضمن هذا الاحتفال بالعيد نحن نعكس كيف كان يعيش آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا في إريتريا، وكيف كانوا يطبقون هذا العيد، أو كيف كانوا يحتفلون بهذا العيد. أبناءنا يلبسوا الملابس أو الزي الوطني، الزي بمختلف القوميات الإريترية التي لدينا، كل 9 قوميات يعني يلبسوا اللبس أو التراثي. نحضر أيضا طبعا كما ذكرت لك قبل التسجيل أن القهوة الإريترية قهوة مميزة بكل يعني بكل معانيها. نحن لدينا يعني لدينا إناء خاص بها، ولدينا طقوس لها. فكل هذه الأمور نمارسها في احتفالاتنا، حتى طريقة اللبس، حتى طريقة تسريح الشعر، حتى لبس الأولاد بمختلف القوميات. فهذه كلها تعكس الانتماء أو تعكس لنا الهوية، وفي نفس الوقت بنمارس فيها الأعياد. فنحن نمارس الاثنين، نعكس الهوية الوطنية الثقافية والهوية الدينية في نفس الوقت، ونشارك حتى إخوتنا الإريتريين غير المسلمين. فالآن هذه كلها تعتبر رفع أو تعليم وتوعية لأبنائنا في كيف أن أنتمي إليهم. قبل أسبوعين أو 3 أسابيع كان لدينا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وكان أيضا يوم تراث. يعني حاولنا أيضا نعكس في نشاط المرأة الإريترية في أستراليا أو في مدينة ملبورن. وكذلك أيضا نقلوا لنا يعني مجموعة من الشابات اللاتي كبرن وولدن في أستراليا، وكانوا ذهبوا في رحلة إلى إريتريا وعكسوا وعرضوا علينا برنامجا يعني كان جدا جدا مفرح، وكان جدا يعني شعرنا بنوع من الفخر لهؤلاء الشابات النشيطات التي ذهبن إلى إريتريا وزاروا إريتريا، ولله الحمد عادوا قبل مشاكل الجائحة، وعكسوا لنا فرحتهم وعكسوا لنا وعيهم، وكانت لأول مرة لهم، فكان شيء جميل جدا.
فالاحتفالات والأنشطة عندنا باستمرار، ونحاول فيها دائما أن نجذب الشباب والشابات، حتى لأن بسبب طبعا بعد للأسف شديد نحن في أستراليا بعد جغرافي، فليس من السهل يعني السفر. فأضعف الإيمان لنا أن نعكس لهم بهذه الطريقة، وأيضا نشجع الجيل الجديد على الأقل إن إذا كان في إمكانية ويستطيعوا أن يكون هناك في نوع من الاتصال بالوطن. صحيح. نعم. أستاذة حليمة، بما أنه الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها، الجاليات والمؤسسات الموجودة داخل البلدان الأجنبية أيضا لها دور آخر ومسؤولية أخرى في توريث هذه الهوية الإسلامية والوطنية. في رأيك ما هي مسؤولية مثلا الفرد إن كان ممكن هو بعيد مثلا عن الأسرة أو بعيد عن المؤسسات الخيرية والاجتماعية والناشطين، فكيف يكون للفرد الإريتري مسؤولية عن نفسه من أجل أن يحافظ على هذه الهوية وهذه الوطنية، بالخصوص المرأة مثلا، لأنه نحن حديثنا عن المرأة. صحيح. هناك مقولة يعتمدها اليونايتد نيشن، الأمم المتحدة، يقولوا يعني دائما أنا أحب أذكرها: think locally, think globally and act locally. يعني أنت عندما تفكر فكر بصورة عالمية، ولكن عندما تطبق فكر بصورة يعني وطنية. لماذا؟ لأنك أنت الفرد يبدأ أولا بنفسه. إذا أنا طورت من ذاتي ونميت من مدارك وعلمت نفسي، سواء ورفعت مقاييسي أنا من ناحية الوعي الوطني لبلدي، وبعد ذلك أنا أعكسها لأبنائي وزوجتي في المنزل، وبعد ذلك الأبناء تكبر بهذا الفكر وبهذا الوعي، وبعدها الأبناء أيضا يصبحون فعالين وينشروا نفس الفكر. وأيضا أنا أقول وأنصح أي أخت جاءت إلى البلد جديد أو يعني لا تعرف الكثير من الأسر، وهذه كانت مشكلتنا جميعا، يعني كل من هاجر. أنا أذكر هذا الكلام قبل 27 عام، عندما جئنا إلى بلد المهجر كنا قلة، فكنا دائما مترابطين ونبحث عن بعض، وما زلنا والحمد لله تكبر الجالية، ولكن هناك تواصل. فأنا أنصح أي أخت وأي أسرة جديدة في البلاد، هناك الكثير من المراكز الإريترية، ليست فقط، أنا لا أتحدث عن المراكز الإسلامية، هناك أيضا مراكز إسلامية كبيرة، ونحن أيضا يعني ننتمي بصورة أو بأخرى لهذه مظلة الجمعيات الإسلامية، ولكن أيضا نحن كإريتريين الحمد لله لدينا كثير من الجمعيات، يعني بالذات نحن في مدينة كبيرة جدا. المدينة هذه يعني من غربها إلى شرقها شمالها إلى جنوبها مترامية الأطراف، لذلك فنحاول قدر المستطاع أن كل الأسر الإريترية المقيمة في مناطق الغربية مثلا أو المناطق الشمالية أو الشرقية أو وسط المدينة أن يجتمعوا، ونشجع دائما على هذه اللقاءات، ونشجع دائما على هذه الأنشطة هذه على مستوى المناطق. وأيضا لدينا اجتماعات ولقاءات أكبر على مستوى الجالية كلها في المناسبات الكبيرة، في الأعياد وفي رمضان وحتى في الأمور الاجتماعية، يعني سواء في الزواج وفي العزاء وكل هذه الأشياء. فلأنه الإنسان لا يعمل لوحده، نحن كبشر نحتاج لبعضنا، ونحن جميعا في بلد مهجر، نحن جميعا لسنا في وطننا، فنحتاج إلى بعض، نحتاج أننا دائما نكون متواصلين. وكما ذكرت لك الآن الحياة أصبحت أسهل. أستاذة حليمة، نعم. فقط نعم. أريد أن في دقيقة واحدة أن تخبريني بنقطة مهمة جدا أيضا، بأنه أكيد لها إيجابيات كبيرة جدا أن يكون هناك للإنسان انتماء ومحافظ على هويته الإسلامية والوطنية. في رأيك أنت الشخصي، إذا لم يحافظ هذا الإنسان أو هذه المرأة على هويتها الإسلامية ولم تحافظ على هويتها الوطنية، كيف سيكون مصيرها في الغرب مثلا؟
مخاطر من هذا أصعب الأمر. من أصعب الأمور التي تواجهنا، وهي الانخراط والبعد عن الهوية. وليست فقط يعني هذه النتائج لا تترتب فقط على المرأة، للأسف الشديد تترتب على المرأة وتترتب على الأبناء. هناك بعض الأسر التي ابتعدت عن الهوية أو عن انتمائها سواء الديني أو الوطني، للأسف الشديد عانى الأبناء من عدم يعني انتمائهم، عدم شعورهم بأنهم في هذا المجتمع. لا تعرفي أن إذا كانت تواجههم المشاكل، إذا كانت تواجههم بعض الأمور التي لا يستطيع أحد أن يعرفها، لأنك أنت انخرطت وابتعدت عن جاليتك، أنت ابتعدت عن مجتمعك، فيعاني الكثير. وهناك الكثير من الأسر التي تعاني، إما انحراف الأبناء، إما مشاكل طلاق، إما مشاكل أسرية داخل الأسرة. هناك كثير من الانحرافات، ولكن الحمد لله ليست بالعدد الكبير وليست ظاهرة، ولكنها بدأت آه، يعني نسمع عنها، وبدأ هناك يعني اختلافات وخروج الأبناء من المنزل، الأمور السلبية التي يعني يكره الإنسان أن يراها في أخيه أو في أحد يعني من بلده. شكرا لك أستاذة فنصيحتي حليمة. لكل أم. نعم، نصيحة في الختام أستاذة حليمة للمشاهدين ختاما في دقيقة أيضا، تفضلي أستاذة حليمة. نصيحتي لكل أسرة، ولكل أخت ولكل أم ولكل امرأة إريترية في بلد المهجر: لا تعتقدي أنها بسهولة. الحياة هي ليست سهلة، ولكن لابد أن نخطط، ولابد أن نؤمن بأننا لهدف. لأنه لم نهجر إلا بأسباب وظروف يعني خارجة عن إرادتنا، أو على الأقل الأغلبية. لذلك فبلاد المهجر تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الإيمان، تحتاج إلى الثقة بالله، تحتاج إلى الترابط، تحتاج إلى التواصل مع الجالية. وهذا كله لا يكون إلا بدعم، والدعم يكون دائما الإنسان عندما نكون مع بعض، فيد الله مع الجماعة. وبإذن الله تعالى نكون نتطلع إلى مستقبل أفضل بإذن الله تعالى، وأن نلتقي في بلد الموطن بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا أستاذة حليمة رمضان، أخصائية في شؤون الأسرة والعلاقات الزوجية، كنت معنا من أستراليا. شكرا لك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تشاهدون برنامجكم قوارير. نلتقي وإياكم في العدد المقبل. السلام عليكم، دمتم بخير.